وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. فيا عبد، أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. لو أن الحياة تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. إخوة الإيمان والإسلام، في يوم طيب وفي شهر مبارك اجتمعنا لتوديع فاضلة. أسأل الله أن ييمن كتابها وأن ييسر حسابها وأن يجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة. إخوة الإيمان والإسلام، الأم هي شمس كل بيت، فإذا ماتت الأم أزفت الشمس بالرحيل والغروب، وماتت البسمة في أعماق القلوب، وامتلأت النفس بالهموم والكروب. إذا ماتت الأم فقد الإنسان القلب الحنون وسكن الحزن أعماق العيون. تعرف أكتر موقف بكى فيه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم واشتد به البكاء؟ يوم أن ذهب الحبيب لزيارة قبر أمه. روى الإمام مسلم في صحيحه كتاب الجنائز باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة أمه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه آمنة، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله، ثم قال: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. قال الإمام ابن الجوزي في كتابه الوفاء: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في 6 من عمره أخذته أمه آمنة بنت وهب في رحلة إلى المدينة إلى زيارة أخواله من بني النجار، وبينما هما في الطريق مر على قبر عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفت آمنة تزور قبر زوجها عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم، وبكت آمنة واشتد بها البكاء حتى مرضت في مكان اسمه الأبواء، وماتت في هذا المكان وحفر لها قبر في الأبواء ودفنت فيه. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة وحيدا بعد أن ماتت أمه. قال ابن الجوزي: فلما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة خرج إلى الأبواء حيث المكان الذي دفنت فيه أمه آمنة، وخرج معه 1000 رجل من الصحابة كما في مسند الإمام أحمد. 1000 رجل خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يزور قبر أمه، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام قبر أمه آمنة يبكي ويناجيه، واشتد البكاء بحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم حتى أبكى من حوله. قال الذهبي في السير: كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 1000 رجل من الصحابة كلهم بكوا
لما سمعوا بكاء النبي صلى الله عليه وسلم على أمه، على رحيل الأم هي حبيبة القلب، فإذا ماتت الأم فقد الإنسان جبلا من جبال الرحمة والحنان به. رحل الأحبة والفؤاد مولع، أسفي عليهم والعيون تدمع، ناديتهم يا راحلين بربكم عودوا فقلبي للفراق يقطع. نادى لسان الحال عنهم مخبرا حكم الإله بأنهم لن يرجعوا، فترحموا إن زرتم لقبورنا وصلوا الزيارة عننا لا تقطعوا. عارف ساعة الأم ما بتموت الإنسان بيحرم من 7 حاجات، أقولهم لك بعد ما تصلي على حبيب رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم. 7 حاجات الإنسان بيفقدهم عند موت أمه. أولا، إذا ماتت الأم فقد الإنسان بابا من أبواب الجهاد. لهو أنا ممكن أجاهد في سبيل الله وأنا قاعد مكاني؟ أيوة، إذا وضعت نفسك تحت قدمي أمك تكتب عند الله مجاهدا. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أردت أن أجاهد وجئتك أستشيرك، عاوز أطلع أجاهد في سبيل الله وجاي أستشيرك. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ أبوك أو أمك على قيد الحياة؟ قال نعم يا رسول الله أمي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فارجع إليها والزم رجلها فثم الجنة. وفي رواية فإن فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. لو وضعت نفسك تحت قدمي لو وضعت نفسك تحت قدمي أمك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. تكتب عند الله حاج وتكتب عند الله معتمر وعند الله مجاهد في سبيل الله. عشان كده واحد رأى الإمام البخاري ذات ليلة في المنام ولحيته مرصعة بالذهب في الرؤيا، فبيحكي للإمام البخاري في صلاة الفجر قال رأيتك الليلة ولحيتك مرصعة بالذهب. قال صدقت، لقد بت ليلتي وأنا أمرغ وجهي تحت قدمي قال له الليلة كانت أمي مريضة وأنا أمرغ وجهي تحت قدميها أمرضها، فرآه صاحبه ولحيته مرصعة بالذهب. سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما مر ذات يوم في الحج، لقى واحد شايل أمه على ظهره وعمال يؤدي بها جميع المناسك وهو يحملها على ظهره ومبسوط وعمال يدندن مع نفسه يقول إني لها بعيرها المذلل. أنا النبوة بتاعتها، إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر وما حملتني وأرضعتني أكبر. ثم تقدم إلى عبد الله بن عمر وقال يا أمير المؤمنين أرأيتني قد وفيتها حقها؟ أنا لما أشيل أمي وخلاها تؤدي مناسك الحج كلها وأنا شايلها على ظهري لأنها مقعدة، بعد كده اديتها حقها. فقال ابن عمر لا والله ولا بطلقة واحدة من طلقات آدم ولادتك
كل اللي انت عملته ده لا يساوي طلقة واحدة. فقد الإنسان بابا عظيما من أبواب الجهاد، لأن أنت لو بقيت خادم تحت قدمي أمك بس أهم حاجة نيتك تبقى خالصة لله. لأن رؤيا في كتاب أنيس المؤمنين أن رجلا كان يخدم أمه بنفسه ولا يشرك زوجته في أي عمل من أعمال أمه حتى ماتت أمه. الراجل بعد ما مات لقى الله والله عليه غضبان. قالت الملائكة يا رب لقد كان بارا بأمه. فقال الله يا ملائكتي أنتم لا تعلمون ماذا كان يقول بيني وبينه. كان بيقول إيه يا رب؟ قال كان كلما قدم لها طعاما سألني قائلا اللهم أمتها وأرحني منها. هو ده اشتغل، ولكن زي ربنا ما قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لأن أهم شيء في العمل النية الصالحة. ثاني شيء بيفقده الإنسان ساعة أمه ما تموت، بيفقد جبل من جبال الرحمة والحنان به. أكثر حد بيحب أمك وأبوك بيحبوك أكثر من نفسهم، فساعة موتهم بتفقد جبل من جبال الحب. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يضرب للمسلمين مثلا بحب الله للعباد، تعرف ضرب لهم مثل بإيه؟ بحب الأم لولدها. الصحابة قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فرأوا امرأة تبحث عن صبي له. أم عمالة تدور على ابنها وتبكي، فلما وجدت ولدها احتضنته وضمته لصدرها. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وقال أرأيتم هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ ممكن الأم دي ترمي ابنها في النار؟ قالوا لا والله يا رسول الله، ده كانت بتبكي لغاية ما الأجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فالله تعالى أرحم بالعباد من هذه الأم بولدها. في سورة القصص ربنا بيحكي لنا قصة أم فقدت ولدها. شو بيبين لك ان انت اغلى شيء عند أم. فالأم لو ماتت فقدت شيئا عظيما من المحبة والرحمة بك. قال تعالى عن أم موسى عليه السلام وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. أصبح فؤاد أم موسى فارغا أي فارغا من كل شيء على وجه الأرض إلا من خوفها ووجدها على ولدها موسى عليه السلام. فالأم إذا ماتت فقدت الحبيب. لذلك وجب عليك يا من أدركت أمك وأباك على قيد الحياة أن تصير لهما خادما، فكلما أطعتهما زاد أجرك عند الله عز وجل. أخ الإيمان والإسلام، أطع الإله كما أمر واملأ فؤادك بالحذر، وأطع أباك فإنه رباك من عهد الصغر، واخضع لأمك وارضها فعقوقها إحدى الكبر. حملتك 9 أشهر بين التألم والسهر
فأطعهما وارضيهما كي لا تعذب في سقر. ثالث شيء بيفقد الإنسان إذا ماتت الأم، فقد الإنسان بابا من أبواب الرزق. أبواب الرزق كثيرة، أعظمها بابا طاعتك لأمك. جاء في الأثر أن الأم إذا ماتت ناداك مناد من السماء: يا ابن آدم، ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاصنع معروفا كي تكرم من أجله. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ربنا بينصرك على أعدائك وبيوسع لك في رزقك بفضل الضعفاء اللي انت بتبرهم، ومن أضعفهم الأم. لأن ربنا لما كلمنا عن الأم قال: حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف. واحد من الصحابة اسمه مالك الأشجعي، كعب بن مالك الأشجعي، ابنه أسره العدو، فالأب راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ابني مالك أسره العدو بلاد الروم، والأم تبكي في البيت، ماذا أفعل؟ خلي بالك، لأن القصة دي كل المفسرين في تفسير قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ذكروا هذه القصة. عوف بن مالك الأشجعي قال: يا رسول الله، ابني أخذه الروم أسيرا، ماذا أفعل؟ والأم تبكي، وأنا جاي لك يا رسول الله تدلنا على شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عوف بن مالك، أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله أنت وأمه. وعاد الرجل إلى زوجته قالت: هل وصاك رسول الله بشيء صلى الله عليه وسلم؟ قال لها: وصانا أن نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. قالت: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضل الأب والأم طول الليل سهرانين لغاية الفجر يستغفروا ربنا ويقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. في نفس الوقت ابنهم أسير عند الروم اسمه مالك، لقى القيد بيتسع، مكتفينه بالحبال وبالحديد. الأب والأم في الاستغفار مشغولين ساعة الفجر، وبينما بلال يتهيأ لأذان الفجر وإذا بالباب يطرق. قال عوف بن مالك: من؟ قال: ابنه مالك. الراجل ما صدقش نفسه، فتح الباب لقى ابنه وخلفه قطيع من الأغنام. قال: يا مالك، كيف جئت من الأسر؟ قال له: يا أبي، في الليل وأنا مقيد في الحديد رأيت حلق الحديد تتسع فأخرجت منها يدي وقدمي وهربت من العدو. مش كده بس، ووجدت قطيعا من الغنم لهم فسقته وجئت إليكم. قال: يا بني، إن المسافة بيننا وبين العدو بعيدة. قال: والله يا أبي، وكأن الملائكة تحملني على أجنحتها، وكأن الأرض تطوى لي طيا. قال: إذا فقم بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه واصلين للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا
ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال ابشر يا عوف لقد نزل فيك وفي ولدك قرآن. فالإنسان إذا أطاع والديه، إذا أطاع أمه وأطاع أباه، كان له باب من أبواب الرزق. معيش الأم بس، ولكن احذر غضب الأب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ على الباب وإن شئت فضيع. ربنا عطيك أم وأب، عطيك بابين من أبواب الجنة، وانت براحتك اعمل ما شئت. فأنت الآن تعمل وغدا ترى، فإن كنت عاقلا فابكي على ما جرى، وبادر مع الله بالصلح قبل أن توضع تحت أطباق الثرى، وإياك والظلم فلقد خاب من افترى. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يا ريت حد يجي يقوم الشباب اللي عاملين قهوة ورا ظهرنا دي. سيدنا علي رضي الله عنه ذهب ذات ليلة لزيارة الكعبة وهو أمير المؤمنين، فلما راح عند الكعبة سمع صوتا ينادي على الله ويقول: يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الغم والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت يا حي يا قيوم لم تنم، هب لي بجودك ما أخطأت من جرمي، يا من إليه أشار الكل بالكرم، إن كان عفوك لم يسبق لمجترم، فمن يجود على العاصين بالنعم. سيدنا علي لما سمع هذا النداء بالليل، ما كانش بقى كهرباء ولا مصابيح، عند الكعبة، قال يا علي، قال يا حسن أدرك صاحب هذا الصوت. سيدنا الحسن راح لقى شاب جميل من الأعراب، ولكن نصفه اليمين مشلول، فقال له: أجب أمير المؤمنين. فجاء الشاب يحبو ويجر شقه، فلما امتثل امام امير المؤمنين علي، سيدنا علي قال له: ايها الشاب ما قصتك؟ شوف غضب الاب بيعمل ايه في الانسان. قال له: انا شاب من الاعراب، كان ابي ينهاني عن فعل المعاصي، فعدت ذات ليلة مخمورا فنهاني ابي فلطمته بيدي على وجهه. قال: فغضب ابي وركب ناقته وجاء عند الكعبة ونادى على الله عز وجل وقال: يا من إليه أتى الحجاج من بعدي، يرجون لطف عزيز واحد صمد، هذه منازل ما قد خاب قاصدها، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، لقد أذاني فعاقبه بالشلل، يا من تقدس لم يولد ولم يلد. سيدنا علي قال له: ثم ماذا؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما استتم أبي كلامه حتى سقطت على الأرض مشلولا جانبي الأيمن، وكان الناس يمرون علي ويروحون ويقولون: هذا الذي استجاب الله فيه دعوة أبيه. فاحذر دعوة الأب واحذر